الجزائر العاصمة، وبالخصوص شوارع حي باب الواد معقل أنصار مولودية الجزائر. إذن في هذه الأثناء تنطلق جولة أو حافلة نادي مولودية الجزائر وعلى متنها لاعبي الفريق لتحتفل رفقة الأنصار بهذا اللقب العاشر الذي توج به نادي مولودية الجزائر، العاشر في تاريخ والثالث في تواليا لنادي مولودية الجزائر. إذن في هذه الأثناء خلينا نقول فيصل، يستحق نادي مولودية الجزائر هذا التتويج، تتويج كبير، تتويج مستحق لنادي كبير أبنى خلال السنوات الأخيرة عن إرادة في العودة إلى الألقاب، توج خلاله ب3 ألقاب متتالية للبطولة. صحيح كابتن، اليوم شوفوا مولودية الجزائر يعني يستحق هذا التتويج، يعني 3 سنوات متتالية بطل الجزائر، إمكانيات كبيرة، عدة لاعبين اللي تألقوا. شفنا على غرار المدرب التونسي اللي عاد بثاني تتويج له. نقول المولودية برافو اللاعبين، برافو الإدارة، برافو الستاف تكنيك، يعطيهم الصحة. يعني 3 سنين ماهيش من سهلة باش تكون بطل الجزائر متتالية. أنا نقول اليوم مولودية الجزائر يستحق هذا التتويج من بداية السنة، هو يكافح ويتضارب في هذه البطولة ويستحق التتويج هذا. ألف مبروك لمولودية الجزائر، لأن تعب في هذه البطولة، تعب وعرف كيش يصير. ما نساوش هذه السنة، أنا نقول لك كابتن، مولودية الجزائر عرف كيش يمشي مع البطولة، يعني خطوة بخطوة، ويعني إلى في لو بلان دار الرصيد تاعو في مرحلة الإياب اللي كان يفوز بها، يحصد نتائج. صحيح. والحمد لله اليوم نشوفوا مولودية الجزائر في آخر المطاف قبل حوالي ب8 مباريات ولا ب10 نقدر نقول لك كان بطل الجزائر، إمكانيات كبيرة. هاد اللاعبين يعطيهم صحة، بارك الله فيهم، لأن تعبوا واجتهدوا. كاس الجزائر ما تنساوش، كاس الجزائر والكاس افريقيا والبطوله، كاين وين وصلوا المحطه وين كان لازم عليهم يدوا بطوله، وكاين وين ما وصلوش لها. ولكن انا نقول اليوم مولوديه الجزائر يستاهل هذه البطوله يعني بجداره، ثالث سنه يفوز بها. سأعود لك فيصل. ايضا هذه صور مباشره تصلنا من ملعب 5 جويلية لانطلاق حافله نادي مولوديه الجزائر لتجوب شوارع العاصمه مرورا ببلديه باب الواد معقل أنصار مولودية الجزائر للاحتفال رفقة أنصار النادي بهذا التتويج الكبير، التتويج العاشر في تاريخ المولودية والثالث تواليا. مولودية الجزائر قدم إذن مشوارا كبيرا رائعا جميلا، قدم خلاله مجهودات كبيرة، وقدم أيضا صور جميلة لأنصار النادي. أنصار، خلينا نجي لك فيصل، نتحدث عن نادي مولودية الجزائر يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، خلينا نقول لك أوسع من أنها نحصرها في مدينة باب الواد أو في العاصمة فقط. حوالي 69 ولاية كل فيها أنصار مولودية الجزائر. هذا النادي العريق تأسيسه ارتبط بالثورة الجزائرية. اليوم عودة هذا النادي مستحقة أكيد، وعودة مولودية الجزائر تدفعنا إلى القول أنه مثل ما أندية مماثلة ممكنها أيضا أنها تقدم لك صورة جميلة وتسوق لك صورة جميلة أيضا عن البطولة الوطنية، خاصة لما نشوفوا احتفالات الأنصار التي يقدموها في كل مباراة. صحيح كابتن، اليوم مولودية الجزائر يعني محطة كبيرة، نقولوا سي ان ترومبلان باش تنجح أي لاعب ولا أي مدرب. اليوم ثالث سنة يعني على توالي بطل دوري، يعني باستحقاق. أنا نقول لك حوالي في شهر 11 ولا في شهر 12 كانوا داروا خطوة كبيرة جميل جدا باش يفوزوا بالدوري. جميل. فيصل، خلينا ننتقل مباشرة إلى ملعب 5 جويلية يتواجد الزميل محمد قريشي. محمد، مساء الخير. نتحدث اليوم عن أنصار مولودية الجزائر، عن النادي، عن التتويج العاشر في تاريخ المولودية الثالث تواليا. كنا نتحدث عن الأنصار والصور الجميلة التي يقدمها مناصرو مولودية الجزائر، صورة خليني نقول أنها ممكن تسوق بطريقة أفضل للبطولة الوطنية، خاصة وأن عندنا بطولة قوية، عندنا جماهير رائعة. ما يقدمه مولودية الجزائر ممكن استغلاله لتسويق البطولة عالميا. أكيد جماهير مولودية الجزائر أصبحت علامة فارقة، ليس محليا فقط بل إفريقيا وحتى
عربيا من خلال الصور الجميلة التي يصنعوها في كل مباراة وفي كل مواجهة يكون فيها نادي مولودية الجزائر طرف. شاهدنا قبل يومين ليلة كانت حمراء في العاصمة باحتفالات خرافية جابت وسائل الإعلام العالمية والصحف العالمية إشادة بهذه الصور الجميلة والوعي الذي أصبح ميزة لمناصر مولودية الجزائر. وشاهدنا أمس المباراة التي تسلم فيها الفريق درع البطولة الثالث على التوالي والعاشر في التاريخ في أجواء جميلة جدا. حوالي 40,000 مناصر كانوا حاضرون في ملعب علي عمار بأدويرة وعلي لابوانت. صور جميلة. الجمهور حتى اللاعبون وإدارة الفريق يعلمون جيدا أهمية جماهير المولودية في إنجازات الفريق، ولهم دور كبير في النجاح الذي يحققه الفريق هذه في السنوات الأخيرة. أكيد الحافلة انطلقت كما شاهدتم فاتح مشاهدينا هنا من ملعب 5 جويلية لتنطلق إلى شوارع العاصمة، باب الواد، ساعة 3 وزورلوج إلى غاية ساحة كيتاني أين سيكون الآلاف من أنصار مولودية الجزائر في انتظار نجومهم، في انتظار لاعبيهم، حتى تكون الحفلة والاحتفال مشروع وحق لمناصر مولودية الجزائر بعد الإنجازات الجميلة واللقب العاشر في تاريخ النادي. ليلة حمراء منتظرة هنا في العاصمة وحتى باقي ولاية الوطن، لأنه كما قلنا كيان ونادي مولودية الجزائر لديه شعبية جارفة في مختلف ربوع الوطن ومختلف ولاية الوطن وحتى في ديار الغربة خارج البلاد. فاتح، نتحدث عن لقب عاشر في البطولة الوطنية، نتحدث عن لقب الثالث تواليا، نتحدث أيضا عن طموح يكبر لدى أنصار المولودية، لدى الفريق الآن المناصر في مولودية الجزائر يطمح إلى تتويجات قارية، خاصة أن مولودية الجزائر سبق لها تتويج برابطة أبطال إفريقيا سنة 1976. الوقت المناسب الآن في مولودية الجزائر للعودة لتتويجات على المستوى القاري. محمد؟ أكيد كما قلت فاتح، نادي مولودية الجزائر كان أول نادي جزائري يتوج برابطة أبطال إفريقيا، وللمعلومة تاريخيا ثاني نادي عربي يتوج بالتشامبيونز ليج الإفريقية، حتى قبل الأهلي، قبل الترجي، قبل النوادي التي فازت بها بعد المولودية. كما قلت المولودية لديها تقاليد في المنافسة الإفريقية، نادي عريق، نادي ثوري، كانت له مساهمات حتى في ثورة التحرير المجيدة في سبيل تحرير الوطن، ودفع بالغالي والنفيس من لاعبيه من مسيريه، كانوا سند للثورة الجزائرية. نتحدث عن كيان، عن شعبية كبيرة من الأنصار، حتى أصبح اللقب القاري هو المطلب الأول في هذه الفترة بالنسبة لأنصار مولودية الجزائر بعد أن صال وجال الفريق في البطولة الجزائرية بتحقيق 3 ألقاب متتالية فقط في السنوات الأخيرة ويصل إلى لقبه العاشر. لذلك كما قلنا هو اللقب القاري أصبح مطلب أول، الإدارة تعلم بذلك، اللاعبون على دراية بهذا الحلم المشروع لشعب المولودية. الإدارة تفكر جديا وفعليا في الذهاب بعيدا في تشامبيونز ليج، ولما لا خطف النجمة الثانية. محاولات كانت في السنوات الأخيرة بعد عودة، بعد غياب لسنوات من نادي مولودية الجزائر، كانت بالخروج من الدور الثاني. للأسف الموسم الجاري والنسخة الحالية الموسم الحالي من الشامبيونز ليج كان الخروج من الدور الأول بمجموعة كانت قوية. الفريق قدم مساويات كبيرة، لأن هي كرة القدم لا يمكن الفوز والانهزام والإقصاء جزء من اللعبة. لكن صدقني فاتح، الكل يفكر جديا في استعادة المجد القاري من نادي مولودية الجزائر وتشريف الراية الجزائرية قبل كل شيء. جميل، وهو من تمناها زميل محمد قريشي. سأعود لك فقط إذا أمكن. شفنا أن المولودية وليد، إذا أمكن فقط تقرير زميل حسام زواوي، والذي يتحدث عن ما قامت به أو ما قام به أنصار مولودية الجزائر، وكيف تناولت الصحف الإعلامية
الكبرى. هذا الحدث كنا نتحدث عن التسويق للبطولة الوطنية، ما يقوم به المولودية، شيء أنصار المولودية جميل وجميل جدا. نتابع هذا التقرير ونعود لنفصل. Mais c'est quoi cette folie? Quand j'ai vu les images hier, franchement j'ai cru à un montage fait par IA, mais non, c'est la réalité. Les supporters ont clairement retourné la ville pour un titre de champion national. J'ose même pas imaginer s'ils gagnent la Ligue des champions africaine. كيف كل ده احتفال جماهير مولودية الجزائر وكانت محل إلا أن ما صنعه أنصار المولودية دوى إعلام الأرجنتين مرورا إلى البرازيل والعديد من مواقع أمريكا اللاتينية. كان حالها يقول: ما هذا الإبداع وما هذه الروعة. يا سلام يا سلام والمية داخلين بالعشرة ولو كلام ولو كلام هي تحبس الهضرة ولو كلام ولو كلام نربحوهم كاع فيه خطرة. إعجاب وإفراد مساحة دوى صداه كذلك في فرنسا، فكبر الجرائد الفرنسية على غرار لوموند ولو فيغارو أبدت إعجابها وانبهارها بما صنعه أنصار مولودية الجزائر بعد أن أضاءوا سماء العاصمة بصور جميلة لا مثيل لها. Moi, grand supporter du Paris Saint-Germain, je lui vendais la ferveur parisienne, les tifos, les fumigènes, tout ça. Mais là, sérieux, je peux que m'incliner. C'est quoi cette dinguerie? Dès le coup de sifflet final, en fait, Alger s'est embrasé, une marée humaine, des milliers de fumigènes rouges qui s'allument en simultané, illuminant la nuit, comme si la ville était en feu. C'est magnifique. Ça nous change clairement des ambiances de cimetière que des fois tu peux retrouver dans des stades européens, où les mecs s'ambiancent juste si le speaker officiel leur demande de taper dans les mains. Là, à Alger, ils n'ont pas besoin de loges VIP pour milliardaires ou de popcorn pour faire vibrer le public. Ça, c'est de la passion brute, de la folie pure, qui se transmet en fait de génération. صور رائعة إذن وانبهار عالمي بما يقوم به أنصار مولودية الجزائر، ويعكس بصفة مباشرة قدرة الشاب الجزائري على الإبداع. سنفصل لكن بعد فصل إشاري. نتوقف عند فصل إشاري ولا نعود؟
Qatar. العالم بما يحققه نادي مولودية الجزائر بالاحتفالات التي تقوم بها أو يقوم بها أنصار مولودية الجزائر، أمور تعكس على قدرة الشاب الجزائري على الإبداع عندما يتعلق الأمر بالجزائر بشبابها. ما يقدمه مولودية الجزائر هو عينة فقط عن ما يمكن القيام به لدى شبابنا اليوم. صح يا كابتن، اليوم شفنا واش داروا مولودية الجزائر، شيء خرافي. معنا ما نظنش في اي بلد في العالم اللي يحبوا كرة القدم. شفنا هاد لي فيميجان يعني كما نقولوا فريمون حاجه توب بزاف توب. في وقت واحد، في دقيقه واحده، في ثانيه واحده، كل يعني شعلت كل العالم. انا شفنا في التلفزيون سي عمرها ولا صرات. انا نقول لك صح، اول مره شفتها هكذا في الله يبارك. سي خرافي، تقول في وقت واحد يتكلموا طب يعني. انا نقول لك صح، انبهرت وسمعت عند الاوروبيين. فرنسا دات البي اس جي دات لا تشامبيونز ليغ ما داروش هكذا. يعني نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. شيء الله يبارك، قاموا يعني بحاجه كبيره جدا بطريقه حضاريه. طريقه حضاريه يعني. العاصمه شعلت ولات حمراء، يعني شيء فرح، وكل واحد يتمنى يكون في هذاك المكان. يعني فريمون اعطيهم الصحه، قاموا بالواجب. وتستاهل مولودية الجزائر في هذا العاشر، البطولة العاشرة. ويعني شابو للجمهور المولودية الجزائر واش قدموا طيلة هذه السنة، وشابو ثاني اللاعبين واش قدموا مدة 3 سنوات اللي كانوا حاضرين في هذه الإدارة. نفس الشيء، إدارة قامت بالواجب، يعني مشات مع اللاعبين هادو، قدموا يعني إضافة كبيرة. يعني ماهوش من السهل كابتن اليوم تدي 3 بطولات متتاليه، ماهيش حاجه سهله كابتن، ماهيش حاجه سهله. والثالثه تكون صعيبه، والثانيه تكون اصعب، والثالثه تكون صعيبه بزاف. ولكن اليوم في اخر المطاف مولوديه الجزائر يعني قوه كبيره في البطوله الوطنيه. على غرار اليوم بطل الجزائر على المره الثالثه على التوالي. انا نقول لك اليوم مولوديه اثبتت وجودها يعني في البطوله الوطنيه، قدره كبيره. واليوم كابتن انا نقول لك نقدروا نسوقوا البطوله الوطنيه يعني عادي. اليوم الجمهور تاع المولوديه الجزائر يعني قام يعني بلقطه يعني ماهيش متفاهمين عليها، عفوائيه جات في مكان واحد. نقول لك كابتن اليوم مولوديه الجزائر ما نظنش اي نادي في العالم واش دار اليوم. فيصل، انصار مولوديه الجزائر او انصارنا خلينا نقول بصفه عامه، وانصار مولوديه الجزائر رفعوا السقف عاليا الان على الانديه مواكبه هذه الجماهير، خلينا نقول بالقاب قاريه. شفنا اتحاد العاصمه مثلا مؤخرا عاد للواجهه، صحيح انه في اراده سياسيه، في اراده من النوادي الجزائريه للعوده على المستوى القاري. شفنا البدايه كانت باتحاد العاصمه الذي تمكن من التتويج بلقبين قاريين. الان الوقت مناسب للانديه الجزائريه نتكلم على مولوديه الجزائر، على اعتبار انه المولوديه اليوم متوجه باللقب العاشر ب3 بطولات على التوالي. يعني معنويا هذا النادي جاهز لتقديم هديه، خلينا نقول للمناصرين اللي الان اصبحوا يقدموا صور جميله، سواء في الملاعب من خلال نشوفوا لي تيفو اللي يديروهم في الملاعب، صور رائعه ويقدموها. الان حان الوقت لمواكبه هذه الجماهير والتتويج بلقب قاري للمولوديه. نورمالمون كابتن، عندما نشوفوا اليوم مولوديه الجزائر الجمهور تاعو يستاهل كل خير، يعطيهم صحه، يستاهل كل خير. حاجه ثانيه كابتن نقول لك علي لابوينت اللي ربحوا على علي لابوينت، والدوله قدمت يعني ان كادو يعني ما شاء الله للشعب تاع المولوديه الجزائر والمولوديه الجزائر. ملعب خرافي كبير جدا من اعلى مستوى. انا نقول المولوديه حان الوقت بالتتويج
بكاس افريقيا ان شاء الله، لما لا؟ لان كاس افريقيا تجيب حوايج بزاف للجزائر. انا نقول مولوديه الجزائر قادره تلعب على تنافس على كاس افريقيا، شويه اراده ان شاء الله نتمنوا الاراده من لو سبونسور، لو غران سبونسور مولوديه الجزائر، باش يجيبوا لاعبين، ينتدبوا لاعبين في اعلى مستوى. لان اليوم الاداره الحاليه تاع مولوديه الجزائر مده 3 سنوات تعطيهم صحه، نحبوا ولا نكرهوا سي دي شامبيون، قدموا يعني 3 سنوات. سي با فاسيل كابتن. باش فيصل، الالقاب القاريه تحتاج لاعبين، خلينا نقول صف اول. وي كابتن، طبيعه الحال صف اول كابتن. تتويج يعني في اعلى مستوى، لاعبين مردود. يعني اصعب شيء هو اصعب شيء كابتن تقعد في استمراريه، يعني مره 3 سنوات باش تزيد تخرج بطل الجزائر، يعني ماهوش بالسهل. لاعبين قدموا مردود، يعطيهم الصحه. شفنا العوده القويه هذه الصوره كابتن. جميل، سنعود لك فيصل. قبل ذلك ننتقل مباشره الى الزميل بلال هرنون متواجد بباب الواد. يوسف، يلا اعطينا صور الزميل بلال هرنون المتواجد هناك بباب الواد. بلال، مساء الخير. اكيد أن الاجواء رائعه عندك، مولوديه الجزائر وانصار مولوديه الجزائر الان وما يقومون به من صور رائعه تعكس تحضر هذه الجماهير وما قاموا به خلال المباريات السابقة ويوم أمس باحتفال رائع صاخب، إشادة كبيرة من الإعلام العالمي، يعكس أيضا أن المولودية تمتلك قاعدة جماهيرية ساعدتها على التتويج. بلال، خليني كسؤال مبدئي، كيف هي الأجواء عندك؟ أعطينا صورة مقربة عن الأجواء هناك في باب الواد. تفضل بلال. تحية لك زميلي فاتح وتحية لكل جمهور الرياضي. بطبيعة الحال كما قلت من قبل، اليوم أجواء جد مميزة اليوم يصنعها أنصار مولودية الجزائر بعد التتويج بلقب البطولة والاحتفال بطبيعة الحال أمسية الجمعة، أين كان الاحتفال أمام جمعية شلف التي تسلم خلالها مولودية الجزائر درع البطولة العاشرة. بطبيعة الحال بما أنه الأصوات اقتربت، بما أنه اليوم الآن نشاهد نوعا ما وصول حافلة مولودية الجزائر التي ستكون هنا للاحتفال مع أنصار مولودية الجزائر باللقب العاشر في تاريخه والثالث على التوالي. أيضا الاحتفال أيضا اليوم بكأس السوبر مع أنصار مولودية الجزائر. اليوم كما قلت توافد كبير لأنصار مولودية الجزائر هنا بمعاقل النادي، وخاصة هنا بباب الواد. أو أنصار كثر حاضرون، سواء كبار في السن أو أطفال، اليوم حاضرون من أجل الاحتفال مع مولودية الجزائر بهذا اللقب العاشر. للتذكير بما أنه اليوم مولودية الجزائر قد حسم لقب البطولة قبل جولتين من نهاية البطولة المحترفة أمام مستقبل الرويسات، والاحتفال كان طيلة هذا الأسبوع بما أنه مولودية الجزائر عمقت الفارق على أقرب ملاحقها ب 12 نقطة. كما قلت اليوم مولودية الجزائر تعيش أجواء خرافية كانت قبل أمس بالكراكاج العالمي الذي أضاء شوارع العاصمة وجعل الجزائر العاصمة تعيش ليلة بيضاء. واليوم احتفال مع الأنصار بحافلة مكشوفة بلقب البطولة اليوم الذي توج به مولودية الجزائر عن جدارة واستحقاق بما أنه سيطر على البطولة منذ بدايتها. كما تشاهد أجواء جد مميزة في انتظار وصول الحافلة التي لا تبعد سوى أمتار على هنا على معقل نادي حي باب الواد العريق. نظن اليوم كل الظروف مهيئة للاحتفال مع أنصار مولودية الجزائر الذين يتواجدون هنا بباب الواد للتواجد مع اللاعبين والاحتفال معهم عن قرب بهذا تتويج المستحق كما قلت لأنصار مولودية الجزائر، وأيضا للاعبين الذين قدموا مستويات جد مميزة رغم الإخفاق في البداية بكأس أفريقيا. لكن نظن اليوم مولودية الجزائر وجد ظلته في الأخير بالتتويج بلقب البطولة في انتظار ربما موسم جديد، موسم مميز بالنسبة للمولودية، بما أنه أنصار مولودية الجزائر يستحقون الأفضل ويستحقون فريق كبير ينافس على جميع الألقاب. جميل. بلال، خلينا نبقى معك بلال، على اعتبار أن الحافلة ستكون بعد دقائق حسب ما قاله زميل بلال هناك بحي 3 ساعات بباب الواد مع أنصار مولودية الجزائر. نتحدث إذن عن هذه الجولة التي يقوم بها النادي مولودية الجزائر، نتحدث أيضا عن الوعي لدى الجماهير
جماهير مولودية الجزائر جماهير كبيرة وعدد غفير من الجماهير، لكن الظروف التنظيمية أيضا يجب الإشادة بها، لأن الظروف التنظيمية حسب الصور التي تصلنا من هناك من حي من باب الواد رائعة وجميلة أيضا في انتظار وصول الحافلة. أنجيليك فيصل، تسيير أيضا وتنظيم جولة ممثلة لمولودية الجزائر يعكس الظروف التنظيمية الجيدة ويعكس أيضا الوعي لدى الجماهير، جماهير مولودية الجزائر، لأنه نتحدث على نادي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة. عدم احتكاكه أو سير مع الحافلة وانتظارها في كل الأحياء، هذا إن يدل على أنه فيه وعي لدى الجماهير وفيه عمل تقوم به الدولة الجزائرية، الشرطة مشكورين على ذلك لتأمين هذا خليني نقول لك العرس اليوم. صحيح كابتن، اليوم نشوفوا مولودية الجزائر هي اليوم بطل الجزائر، واليوم شفت سير كيش وسير في أحسن ظروف. اليوم مولودية الجزائر حضارة كبيرة، اليوم قاموا بواجب يعني كبير، رفعوا الراية كما ينبغي عالمية. أنا نقول اليوم المولودية يعني بقيادة اللاعبين وقيادة المسؤولين تاع الإدارة اللي راهم مسهلين كل الجمهور ظروف يعني حسنة. نشكروا ثاني الأمن الوطني اللي راهو يقوم بالواجب تاعو. شوف اليوم في الصورة سهلوا الأمور كل الشعب الجمهور تاع المولودية الجزائر باش يشوفوا اللاعبين عند قرب. يعطيهم الصحة، برافو الشرطة اللي قامت بالواجب والدولة اللي راهي تسير في الأمور هذه، نشكرهم اليوم. برافو المولودية اللي راهي تقوم يعني برفع الراية كما ينبغي، وبرافو الجمهور تاع مولودية الجزائر اليوم راهو يقوم بحضارة. يعني اليوم شفنا اليوم مولودية الشعب تاع الجمهور الجزائري وشعب الجمهور تاع مولودية الجزائر لا راهو يقوم يعني بحاجة اللي تفرح الجمهور وتفرح الشعب الجزائري، لأن هذو اليوم راهم يمثلوا الجزائر. اليوم أعطيهم الصحة. أنا نقول اليوم نشوف الأمن الوطني اللي يقوم بالواجب تاعو، بارك الله فيهم. نفس الشيء اللاعبين مشكورين على هذا التتويج هذا، والإدارة نفس الشيء. ولكن اليوم أنا نقول حبيت نحيي الجمهور تاع مولودية الجزائر، يعني راهو يستغل هذه الأمور بحضارة كبيرة جدا، لأن اليوم وش شفنا أمس في الليل، يعني ما كاش. أنا نقول لك ما كاش أي بلد يقدر يقوم بالواجب واش قام في مولودية الجزائر الجمهور. فيصل، يجب استغلال هذه الصور لتسويق للبطولة الوطنية حان الآن، لأنه عندنا بطولة الآن الحمد لله، الملاعب رائعة، عندنا جماهير تقدم صور خرافية حتى في أقوى البطولات الأوروبية، وخليني نقول لك في الدول التي تعشق كرة القدم لا تقدم ما تقدمه الجماهير الجزائرية. دورنا كإعلام، كرابطة، كاتحاد جزائري للعمل على التسويق لهذه البطولة حتى نقدموا صورة تعكس الواقع الذي تعيشه الكرة الجزائرية. صحيح كابتن، اليوم نشوفوا في كؤوس إفريقيا شفنا الأندية قامت يعني كسوسوا شبيبة القبائل، شباب الوزداد، اتحاد العاصمة، مولودية العاصمة، وفاق سطيف. في هذه الأثناء فيصل، إذن سأعود لك وصول حافلة نادي مولودية الجزائر إلى باب الواد للاحتفال مع مناصري النادي بهذا التتويج العاشر للفريق في تاريخه والثالث تواليا. مولودية الجزائر التي توجت قبل المباراة الأخيرة. إذن بلال، في هذه الأثناء نرى وصول حافلة نادي مولودية الجزائر إلى مدينة أو حي 3 ساعات ببلدية باب الواد. تفضل بلال. نعم زميلي فاتح، كما تشاهد أجواء احتفالية خرافية هنا في باب الواد. حافلة مولودية الجزائر تتقدم الآن نحو إحدى معاقل النادي، والرقم 10 يزين مقدمة الحافلة. هذا الرقم الذي ربما يقولوا مرتبط بعد التتويجات، كلف الكثير بالنسبة لمولودية الجزائر، بما أنه 10 تتويجات ربما لهذا النادي العريق. نظن كانت مجهود سنوات بالنسبة لمولودية الجزائر،
بطبيعة الحال هو ثالث تتويج على التوالي لمولودية الجزائر الذي سيطر على البطولة طيلة 3 سنوات الأخيرة ولعاشر مرة على التوالي. نظن اليوم أجواء جد مميزة كما تشاهدوا الآن زميلي فاتح هنا بباب الواد في انتظار انتقال الحافلة بعد الاحتفال هنا مع الأنصار في باب الواد إلى كيطانيا. أين سيكون هناك احتفال كبير آخر بالنسبة لأنصار مولودية الجزائر. نظن اليوم أنصار مولودية الجزائر بكثرتهم لم تحملهم شوارع الجزائر العاصمة وشوارع باب الواد في انتظار ربما سيكون هناك احتفال أكبر كما قلت بشوارع كيطاني. كما تشاهد أجواء جد وجد مميزة اليوم يصنعها أنصار مولودية الجزائر هنا بمعقل النادي في انتظار الانتقال إلى كيطاني للاحتفال هنا. كما تشاهد زميلي فاتح اليوم الأنصار يحتفلون مع يحتفلون مع الأنصار هنا بهذا اللقب العاشر الذي كان عن جدارة واستحقاق بالنسبة لمولودية الجزائر طيلة أطوار هذه المنافسة وطيلة البطولة المحترفة. بعد 28 جولة استطاع نادي مولودية الجزائر التتويج بهذا اللقب وإضافة اللقب العاشر إلى خزائن النادي. جميل. ويجب الإشادة أيضا بالظروف التنظيمية اللي يقوم بها رجال الأمن هناك ومناصري مولودية الجزائر مثلما ظهر في الصورة. صحيح أن الأنصار يحبوا يقتربوا اكثر من الحافله وهذا امر مفهوم وهذا امر طبيعي لانه لما تكون مناصر النادي تحب تحتفل مع اللاعبين. لكن كنا نشوفوا صور والله فيصل رائعه مناصرين مولودية الجزائر اللي كانوا متواجدين هم اللي كانوا يوقفوا في الجماهير ويحاولوا يفسحوا المجال للحافله. قلت لك انه عندنا وعي فيصل، نتحدث على وعي لدى مناصر جزائري بسيط. هذا المناصر عنده وعي كبير يقدم صور جميله. علينا اليوم كاعلام وكما كنا نقولوا انه نسوقوا لهذه الامور لانه فيه امور جميله هنا في الجزائر. والله يا كابتن انا نعرف ناس دي سيبورتور سي دي انجينيور سي دي ارشيتكت يعني مستوى كبير عند البطوله الوطنيه. وشفنا اليوم مولودية الجزائر حضاره كبيره يقولوها كابتن حضاره يعرفوا كيفاش يسيروا الامور يوظفوا الجمهور تاعهم كما ينبغي. ولازم نقولوها تانيك نفس الشيء كابتن الامن الوطني اللي راهم مسهل الامور يعطيهم الصحه. وتاني نفس الشيء الشعب الجزائري شوف في المحافل هذه تلقاه كوم واحد، تلقى رجل واحد تقدر دوك. انا نقول لك اليوم نقدروا نسوقوا البطوله الوطنيه والجمهور تاع مولوديه الجزائر راح يفتح البيبان للافتتاح للبطوله الوطنيه باش نقدروا نسوقوا جمهور غفير، جمهور اللي يعرف يسير الامور تاعو. اليوم نشوفوا الشعب الجزائري لان اليوم فرحه كبيره في الجزائر سواء في على باب الواد ولا في سوسطاره ولا اي مكان في العاصمه يجوا من كل الولايات يجوا اليوم فرحه تاع جمهور كبير تاع مولوديه الجزائر. احنا نقولوا برافو لهذا الجمهور اللي راهو يقوم يعني بواجب كما ينبغي. اليوم المولودية الجزائر راح يفتح بيبان البطولة الوطنية تاع السنة الجاية. نقول لك احتفال راح يكون قوي جدا. شايف فيصل صورة تصلنا من حي 3 ساعات ب 3 زورلوج على كل حال بمدينة باب الواد. فيصل نتحدث على حي شعبي على جماهير كبيرة خيالية راهي متواجدة في باب الواد والأمور تسير في ظروف جد حسنة. إذن الجماهير أو جماهير مولودية الجزائر من حقها أن تحتفل اليوم. فيصل خلينا نقول المولودية من حقها أنها تحتفل اليوم لأنه 3 تتويجات كما قلت فيصل متتالية يعكس إرادة لدى هذا النادي من أجل العودة المحلية موجودة الآن نتمناها قارية أيضا. نبقى مع الأنصار فيصل، نبقى على ما كنت تسير فيه من حيث الحديث عن خلينا نقول الترويج للبطولة الوطنية، التسويق لهذه البطولة الوطنية. كنا نتحدث على الرابطة، شفنا إجماع أجنبي، إعلام أجنبي يشيد بما تقوم به الجماهير الجزائرية في أكثر من مناسبة. تحدثنا أمس عن مولودية الجزائر، قبله على أندية كثيرة، على شبيبة القبائل، اتحاد العاصمة، شباب بلوزداد، شباب قسنطينة، كل الأندية. عندنا كل ما يسمح لنا بأن تصبح البطولة الوطنية واحدة من أهم البطولات. خليني نقول لك قاريا رانا تقريبا في الرياض عندنا أندية كبيرة على المستوى العالمي أيضا. لا غير عندنا إمكانيات كابتن، عندنا إمكانيات، عندنا إمكانيات، إرادة قوية في البطولة. شفنا اليوم الحمد لله
شفنا الملاعب اللي راهم يدوروا هنا في الجزائر، شفنا ملعب تيزي وزو خرافي كابتن، خرافي ملعب علي لابوانت، يعني يقول لك سي دي توب. ملعب تاع شباب تاع ميلود هدفي او شهيد حملاوي مستوى عالي جدا. ملعب نيلسون مانديلا، ملعب عنابه، ملعب قديمه، ملعب 5 جويليا. ملعب 5 جويليا علاش عندنا غير الملاعب؟ نتمنى ان شاء الله عندنا امكانيات نقدروا نحصلوا على الكاس افريقيا، والله غير نقدر شويه اراده وشويه كابتن، شويه واحد لازم يعرف واش يخير لاعبين، لان قادرين نجيبوا الجزائر كاس افريقيا، والله غير قادرين، عندنا امكانيات. شفنا السنه اللي فاتت مولوديه الجزائر ضيع حاجه خفيفه، خارج ديار في المستوى. لما نشوف انا سامحني قاطعتك فيصل، لما نشوف صور مماثله ما تقوم به انصار او ما يقوم به انصار مولوديه الجزائر وباقي انصار الانديه، نقول لك انه افريقيا راهي ما لقيتش التعبير، لكن نقول لك مغبونه، خليني نقول، لما ما تكونش هناك منافسه قاريه هنا في الجزائر. شفنا الشان فقط فيصل، رفعنا سقف التنظيم عاليا حتى ولات دول اخرى تخاف انها تنظم امام الجزائر. اليوم صح نتحدث عن بنيه تحتيه موجوده. انا اريد فقط تسليط الضوء على الجماهير، جماهير مماثله وعشقها لكره القدم، لما تنظم حفل قاري ولما لا عالمي ان شاء الله راح يمد طابع خاص للبطولات. صحيح كابتن، بارك الله فيك على هذا السؤال. يعني عندما تشوف الجمهور تاع الجزائر، شفنا في ليجو ميديتيرانيا طلعنا المستوى يعني عالمي، وشفنا في الشان كنا في المستوى جمهور، يعني لازم نشيدوا بالجمهور هذا فريمون ثقافي مربي يقدر يوصلك وين تحب. ولكن ان شاء الله نستناو السنه الجايه، لازم علينا باش ندو بطوله كاس افريقيا، سواء لو سيرفي ولا ليسما ولا سطيف ولا مولوديه الجزائر اللي راهي تمشي دوك في ظروف حسنه، ولا مولوديه وهران اللي عادت بقوه. الف مبروك نفس الشيء الوصيف شبيبه الثوره اللي اليوم تاهل للتشامبيونز ليغ. الف مبروك لشباب الوزداد في الكاس الكاف. انا نقول ان شاء الله السنه الجايه مع المولوديه غير تجيبوا لنا كاس افريقيا ان شاء الله، لان هذا الجمهور يستاهل كل خير. شوف كيفاش راهو يمشي معاك مهما ضيعنا لوبجيكتيف تاع كاس افريقيا. اليوم بطوله، شوف الجمهور في باب الواد حوالي 1 المليون تسيبوا دوكا في الجمهور هذا، 500,000 عفوا، انا نزيد شويه على كل حال. لا لما يتعلق الامر بمولوديه الجزائر ممكن تعطي اي رقم، لانه انصارهم عندهم قاعده جماهيريه جدا. الله يبارك، ونتمنى ان شاء الله، والله نتمنى من كل قلبي يعني اي نادي يدي كاس افريقيا، لان هذا حافز للبطوله الوطنيه. اليوم صبنا عده لاعبين دوك اللي راهم في البطوله الوطنيه في المنتخب الوطني، حارس مرمى في مولوديه الجزائر في المنتخب رمضان اللي راهو يحتفل مع مولوديه الجزائر، كان امس في الملعب منحلو المدرب، لانه لما يتعلق الامر باحتفال مماثل انت كنت تلعب على بالك فيصل. الحضور هذا راح يميز ميزه كبيره جدا ويعطيه دافع خاص ليه. نتمنى له كل خير عليه، الف مبروك ليه. والبطوله الوطنيه نفس الشيء، اليوم كسوا عباده تاع تاع الاتحاد العاصمه اللي لعب مع ضد فريق هولندا، اللي قام مباراه كبيره جدا. نفس الشيء تاع لعاب تاع شبيبه القبائل زين الدين بالعيد راهو في المستوى، ونحييهم هذه الانديه لان راهم هما خزان تاع المنتخب الوطني، يعطيهم الصحه. لان شوف كابتن اليوم نقدروا نسوقوا البطوله الوطنيه يعني في محافل كبيره جدا. نقدروا عندنا بطوله بامكان هذه الانديه تدي بطوله كاس افريقيا. شفنا هذا الجمهور هذا يستاهل كل خير كابتن، انا نقول لك يستاهل كل خير، يعطيهم الصحه. برافو هذا الجمهور تاع مولوديه الجزائر وين وصل المولوديه. شفنا واش داروا امس في الليل، يعني خرافي. الشعب يعني الشعب انبهار عالمي في دقيقه واحده، يعني شهاده كبيره صحيح، شهاده كبيره في دقيقه واحده، في سكوند واحده داروا كراكاش عالمي. نقول لك كراكاش عالمي جدا. انا انبهرت، انا انخلعت فريمون، يعطيهم الصحه، بارك الله فيهم. هذا الجمهور يستاهل كل خير وكل خير، لان اليوم راهي مولوديه الجزائر، وحنا اليوم كلنا مولوديه الجزائر، لان يتعلق اليوم هذا تتويج يتعلق بالجزائر، لان رانا نسوقوا كل الصوره هذه لك بصفتك انت كمعلق كابتن. الوقت دهمنا فيصل، شكرا لك فيصل، خلاص كملنا للاسف، وصلنا للختام فيصل. اذا مشاهدينا الف مبروك لنادي مولوديه الجزائر تتويجه بلقبه العاشر في تاريخ النادي، والثالث تواليا. صور رائعه وجميله تعكس وعي الشباب الجزائري. نكتفي بهذا القدر للنقل المباشر. السلام عليكم.